يوم من الأيام كنت أبي أتزوج، وبعدين عندي زوجة أولى وعندي أولاد وكذا. قلت لواحد من الشباب والله نفسي أتزوج. قال لي يا ريس إي نعم، عندي لك وحدة بنت خالي وحيدة على 2 أولاد وما تخلف، وكانت عند واحد من عيال عمنا 12 سنة ما تخلف. قلت أنا أبي وحدة ما تخلف، وأنا بصراحة ما عندي نية اني اخلف، يعني ابي بس زوجة لي انا. المهم يا بنات ويا شباب، اراد الله وتزوجت من هذه الانسانة. وصلنا الظهر، حصلت الشوفة الشرعية، بعد المغرب جرد مباشرة، بعد صلاة العشاء سوينا مناسبة كذا بسيطة وكتبت الكتاب. واراد الله عز وجل، انا في نيتي بصراحة انه ما يجيني اولاد ولا شيء، وابيها بس لراسي انا. البنت كانت بارة بابوها وامها بر عجيب يعني، ولكن الله عز وجل ما اعطاها يعني من الرجل اللي قبلي. وانا على نيتي هذه صراحة ناوي استانس وانبسط. المهم تزوجنا واراد الله عز وجل ودخلنا، ومين قدي. قلت تدرون انا بروح شهر العسل بروح اوروبا. البنت طبعا ما عمرها سافرت، ما عمرها طلعت من جدة والرياض ويمكن الجنوب وكذا. وأنا والله مبسوط صراحة، يعني لقيت شيء الحمد لله مرتب. المهم يا شباب يا بنات، على نيتي أنا الخايبة صراحة، ما تدري أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. أخذت البنت ومن جدة على دبي، يومين في دبي وناخذ تأشيرات. سويت تأشيرات شنغن. قلت إذا انبسطت في دبي اليومين نطلع أوروبا، إذا ما ضبطت الشغلة معي في دبي نرجع، ما في مشكلة. والله أول يومين انبسطنا استانسنا، قلت لا والله هذه تستاهل نوديها أوروبا. وديناها وعلى فرنسا على باريس على طول. المهم خذنا تقريبا أسبوع، والحياة كل ما لها تزين والحياة كل ما لها تضبط. ركزوا معي في التاريخ، الوقت هذا كنا في شهر 8 قبل رمضان. المهم يا شباب ويا بنات، استانسنا في أسبوع كامل. بعدين ركبنا القطار من باريس إلى جنيف، 3 ساعات مدته طبعا. البنت جالسة تتفرج، شو هذه فرنسا هذه باريس، مو مستوعبة. أنا أتوقع من الصدمة، وركزوا على الصدمة هذه، هي اللي سوت الأشياء اللي بقولها لكم. رحنا جنيف وخذنا كمان في جنيف أسبوع، انبسطنا استانسنا، وجينا راجعين على دبي. بدل ما نجلس يومين جلسنا كمان أسبوع. المهم دخل رمضان. شوفوا كيف يوم أقول يعني النية وش توابع النية، سبحان الله. طبعا في أول يوم في رمضان نزلتها في البيت حقنا اللي في جدة، وأنا رحت الرياض على أساس أولادي اللي هناك أصوم معهم. قلت لها بصوم معهم 15 يوم وبعدين أرجع ال 15 يوم الثانية هنا ونعيد عندكم. مرت الأيام، يعني تقريبا شهر كامل، شهر عسل، و15 يوم الثانية اللي عدت من رمضان. هذاك اليوم وأنا توني واصل، أفطرنا واللي علينا بالخير. قالت لي ممكن تخلي السواق يوديني، أبي أسوي فحوصات وكذا. قلت لها خلاص روحي خذي السواق وروحي، وفي السحور نتقابل وأنا بطلع الشغل حقي. حصل زي الوقت هذا الساعة 3 كذا، رجعت أنا حطيت السحور. أنا لسه عريس طبعا بالنسبة لها. المهم حطينا سحورنا، استانسنا، جلسنا. قالت لي ممكن تتصل على المركز الطبي هذا اللي أنا سويت فيه التحاليل تشوف إيش النتيجة. المهم اتصلت عليهم، رد علي واحد سوداني قال لي أيوة الورقة هذه بتاعت المريضة فلانة. قلت له إيه. قال لي ألف مبروك ألف مبروك يا زول، المدام حامل. قلت له أنت سحرت يا زول ولا ما تسحرت؟ قال لا والله باقي ما تسحر. قلت تسحر وبعدين اقرا الورقة زين وتأكد من الريبورت هذا اللي عندك وأعطني خبر. المهم جاتني هي قالت لي كلمت. قلت لي كلمت. تفضل. اقول لا اله الا الله امنت بالله. ايوه كمل. المهم
قالت لي اتصلت بالمركز الطبي. قلت اتصلت بالمركز الطبي ويقول انك حامل. طبعا البنت من اهل الجنوب، ردت علي قالت الله ياخذ عقله. قلت اي والله الله ياخذ عقله، وهذا شكله ما بعد سحر السوداني الزول. اذن الفجر. لما اذن الفجر قالت لي اتصل. اتصلت قلت لها عطني واحده من الفلبينيات اللي عندك. اخذت الكلمه، يعني البنت كلمتني قالت لي ايوه النتيجه بوزيتيف. قلت لها المريضه اسمها فلانه فلانه فلانه. قالت لي سكرت السماعه، التفت فيها قلت لها والله عرفتي تخدعيني انت واهلك وغشيتوني. رحت اتصلت بالوسيط اللي هو ولد خالها. السلام عليكم شلونك ابو حاتم، طيب مبسوط؟ قال لي اي والله طيب. قلت تعرف عرفت تغشني المره هذه صراحه. انت مو قلت لي البنت يعني ما تحمل وعندها مشكله في الاشياء ذي؟ غشيتوني الله. انا ضحك ومزح وماني مصدق السالفه. ايوه. نمنا، صلينا المغرب وافطرنا واللي علينا بالخير. جينا مع شارع فلسطين. قلت لها انا بنروح البحر الليله نتعشى. مرينا على مستشفى سليمان فقيه، دخلنا قسم النساء والولاده، المستشفى حق المتخصص النساء. لقينا دكتوره مصريه كبيره في السن. قلت لها ممكن تسوي لها تحاليل وكذا؟ قالت لي. قلت ترى بنرجع لك على الساعه 12 واحده يا دكتوره. قالت انا اليوم نوبه اذا جيتوا اوكي. رحنا تعشينا وانبسطنا على البحر واستانسنا وتسحرنا وكذا وجينا راجعين. قلت خلنا نمر مستشفى سليمان فقيه. مرينا مستشفى سليمان فقيه، كانت الدكتورة العجوز هذه الكبيرة. ألف مبروك يا أستاذ، ألف مبروك. قلت لها وش مبروك معليش؟ كانت المدام حامل. والله 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 في هالليلة في هالأيام المفترجة. قلت لها دكتورة أنت متأكدة؟ قالت لي هذا مو اسم المدام. قلت لها. قالت مو أنت اللي جيتوني قبل ساعتين ثلاثة وكذا؟ قلت لها إلا. قالت والله حامل. طيب قلت لها أنا عندي المدام عندها تقرير من المستشفى التخصصي في الرياض من مركز الأبحاث إنه بالنسبة للبنت هذه صعب الحمل جدا، يعني من الشيء المستحيل. رحت مشيت وأنا راجع طبعا زي المصدومين كلها. لا أنا مصدوم وهي مصدومة. كلمت دكتور يمكن أغلب النساء يعرفونه، اسمه الدكتور البار، استشاري معالجة الجنين داخل الرحم. دكتور ايش اخبارك؟ ايش علومك؟ طيب. قلت له برسل لك تقريرين تكفى شوفها. شاف التقرير حق التخصصي وشاف التقرير حق سليمان الفقيه. ولما شافوه سبحان الله قال لي لا هذه والله يا ابو عبد الله صعب تكون في حمل الا كل 5 مليون حاله واحده. قلت له يا دكتور حسن ايش تقول انت؟ قال ايه هذا شيء مستحيل. التقرير اللي من التخصصي صحيح والتقرير الثاني صحيح، بس في حالة واحدة في كل 5 مليون ممكن تجي حالة واحدة. قلت له جزاك الله خير. طبعا كنت اتكلم على السبيكر وهي تسمع في السيارة. البنت اغمى عليها. رجعت مرة ثانية ابغى ادور اقرب مستوصف ولا شيء اشوف احد ينقذ الحالة الان يعني. من فضل الله ضبطت الامور وكذا وراحت ماسكة سجادتها وانا مصدوم والله مصدوم. المهم أراد الله عز وجل وبالفعل وقع الحمل. طبعا أنا أقول وش بينها وبين الله عز وجل، أو وش اللي كسر القاعدة هذه 12 سنة مع رجل قبل وكذا. المهم استعنت بالله وقلت تدري يا سعود هذه نيتك الأولى، يعني هذه النية. أنا كنت ناوي بدون وبي أستانس وبي أنبسط وعندي بالحمد لله من صوتك راح يا سمو، راح صوتك راح. نعم صوتك إن شاء الله عز وجل. ايوه تبغى تتزوج الآن أي ايوه. تم أمر الله تام بلا شك طبعا. فأنا أقول لها أنت إيش سويتي خلال يعني شهر ونص، يعني شهر ونص تونا. والله قالت لي أنا كنت نفسيا مرتاح. شيء ثاني أمي وأبوي يعني يتمنون أن الله يرزقني، وبحكم أني بار أبوهم وأصرف عليهم وأعالجهم وأوديهم وأجيبهم يمكن أصابت دعوة الوالدين. من الأشياء اللي أقولها لكم أن أنا ما كانت نيتي طيبة، وهي كانت نيتها طيبة وتبي الستر وتبي كذا، وأنا أبي أستانس وأنبسط وبس. والله لو أكثر من كذا ما في. الاعتراف بالحق فضيلة. أراد الله عز وجل وانفتح الباب. الدرس والخلاصة الله في النية الطيبة. وزي ما قالوا
قال نيتك، قال مطيتك. أنت تنوي، بس عالم الغيب والشهادة يعني يعلم بكل شيء. والله عز وجل يا سمو قال: يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وتم والله. وجت المولودة الأولى، ما شاء وجت الله، المولودة الثانية، وجت المولودة الثالثة. تبارك الله، من نفس اللي ما كانت تحمل 12 سنة. والله شاهد الله عز وجل. فالنية إنه دائما خير، إنه دائما شيء سلام. يعني. والله إن الله عز وجل يسوقك الخير غصبا عن كل شخص. حبيت أمسي عليكم. سمو حبيبي، سم. عندنا الأمير في اللايف وعندنا خالد. ايش رايك؟ يعني قاعد يسالون يقولون يعني ايش رايك نتزوج من برا، نتزوج هنا، نعدد؟ ايش رايك في الموضوع يعني؟ الزواج من أي مكان إن شاء الله عز وجل تزوج، ولكن نصيحة أخ، التعدد ايش رايك فيه؟ التعدد حاجتين: عندك قدرة مالية وعندك قدرة صحية، عدد وما يصير لك الخير. طيب والزوبع يجيك الامير إذا صار ابغى استمتع زي مثلا ما تفضلت، ابغى استمتع، يقول شويه الا مثلا حمله، ايش اسوي طيب؟ شوف، في قدرة مادية وفي قدرة صحة، وصحتك طيبة. لا مثلا الامير عندنا واحد هنا، الامير اشغل اهلنا بالتعدد خلاص. إذا كانت فيك يا الأمير الصفتين اللي قلتها، مقتدر ماديا، صحيا أمورك طيبة. لا بس يقول لك أبغى استمتع يا سمو، هو يقول لك أبغى استمتع أنا بالثانية بالثالثة بالرابعة، ما أبغى أولاد. طيب يقول فجأة كذا ابتلشت وجوني أولاد، إيش أسوي في الحالة هذه؟ هذا ما هو بيدك بالنسبة للأولاد والبنات والذرية. والله إني دخلت بنيتك وإني طلعت بثلاث. يا أخي والله سمو إنك رهيب ما شاء الله عليك. قلت كلمة قلت يعني صراحتك تضحك، يعني رهيبة، إنه أنا داخل استمتع. نعم وأبغى انبسط وما أبغى أولاد، فجأة نعم يلا القم. نعم، أراد الله عز وجل هالشيء اللي أنا الله أكبر. نعم، لكن أهم من أي شيء إذا كنت مقتدر ماديا. الشباب يركزون على النقطة هذه. وكنت مقتدر صحيا، أقبل. وترى الزوبعة من الزوجة الأولى مدتها وبعكاز وكذا. لا ما ينفع. سمعت يا الأمير؟ إذا عندك لحظة إبراهيم، وإذا الزوبعة حقت الزوجة الأولى ترى مدتها من أسبوع إلى أسبوعين وتهدى وتصير الأمور عادي. لكن مقتدر ماديا، مقتدر صحيا، تقدم. لكن لا، ما عندك القدرة المادية ولا الصحية، أرجوك ثم أرجوك سواء كنت أمير ولا وزير ولا أيا كنت، لا تقدم على هذه الخطوة. نصيحة أخ. سمعت يا الأمير؟ سمعت؟ لا تهايط عندنا هنا. طيب سمو يعني التعدد، أنت نصحت بالنصيحة هذه، بس التعدد أنا أعرف واحد من أصحابي عمره تقريبا 38 معايا في الحرم في الدوام ما شاء الله عليه، عنده ما شاء الله تبارك الله متزوج 3، وقريب ما شاء الله بعد العيد بياخذ الرابعة، عنده سكر وعنده مشاكل صحية وعنده، والله كذا يقول لي هذه من الله يا إبراهيم، يقول تجي من الله كذا، كل واحدة لها رزقها على حسب نيتك، على حسب نيتك. والله يقول الله يبارك، لأنه يقول هو يتكلم معايا يقول الأصل عمره 38 تبارك الله صغير ما شاء الله عليه، يقول الأصل في الزواج أصلا التعدد. فأنا أخذت النية هذه ومن باب إنه يعني أعدد وأطبق السنة وأكسب أجر يعني بنات وكذا، وأعف بنات مسلمات. يقول سبحان الله كل واحدة لها بسبوزها، يعني من الرزق، من الفلوس، من نعم المشاعر. صحيح. يعني تنصحنا بالتعدد يا سمو؟ ها؟ أنصحكم بالتعدد إذا كنت مقتدر ماديا وظروفك الصحية ممتازة. خلاص أنا أول المعددين إن شاء الله. شفت إبراهيم، بدينا في الحركات اللي ما لها داعي. طيب شوف يا أبو عبد الله، الأسبوع الماضي أنا أعطيتكم سالفة الغرغرينة، والأسبوع ذا أعطيتكم سالفة الزوجة. الأسبوع القادم بإذن الله بعطيكم سالفة ما في شيء مستحيل. الله أكبر. كل شيء تطلبه من الله والله نيجي، والله نيجي. أنا بالله. تذكر سالفة الغرغرينة الأسبوع الماضي؟ أي نزلتها، الناس قاعد يدعون لك ما شاء الله تبارك الله. اليوم نزلت لكم هذه. الأسبوع القادم إذا أراد الله عز وجل أعطيكم سالفة لا مستحيلة مع الله.
يا اخي انت على طول تعال البث ونورنا وسولف معانا، يا زينك ويا زين سواليفك تبارك الله، ونعم فيك والله. الله يتقبل منكم، الله امين يتقبل منا يا ومنكم. حبيب اخوك. والله يحسن نيتنا ونيتكم. امين يا رب. والله يكتب لكل واحد في 960 هذولا، الله يعطيه سؤله، الله يعطيه سؤله، الله يعطيه سؤله. امين امين، جزاك الله خير. لا مستحيل مع الله، لا مستحيل مع الله، فهمتوا؟ نعم. إذا حطيتوا القاعدة هذه في رؤوسكم أقسم بالله أن تأخذون كل اللي تبون واللي تحلمون به. شكرا ايوب، الله يسعدك يا سمو، شكرا يا حبيبي، شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام، نورت يا حبيبي، الله يسعدك، استر عليك واستودعتك الله.